ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. آه في الفيديو ده انا حابب ان انا ادردش معاكم شويه، وهيكون حابب ان انا اعمل سلسله كده تبقى دردشات في سلاسل تعليميه بتتعمل. بس برضو الفيديو ده انا حابب ان هو يكون بدايه لسلسله دردشات، وحابب ابدا اول حاجه بالشعور اللي بيجي اول ما بتبدا مجال جديد. واكتشفت ان هو مش بس عند الناس الجونيورز، يعني مثلا لو في حد هو لسه بيبدأ وحاسس ان الطريق طويل، حاسس ان هو محتاج يتعلم حاجات كتير، حاسس ان ياه كل ما يشوف بص على الرود ماب. انا ما بحبش الرود مابس بالمناسبة، بس هو كل ما يبص على الرود ماب يا الطريق طويل قوي، ده انا محتاج اعمل شغل كتير قوي، ده الموضوع بيبقى صعب. ماشي. آه، اكتشفت ان ممكن لو في واحد هو شغال في المجال وداخل على مجال جديد مش حاكم ليه، مش ماسكه في ايده، الموضوع بيكون حقيقي صعب لو هو بيفكر بالعقلية دي. تمام. خصوصا كمان ان في الرود مابس، يعني مثلا حاجة زي في على الجروب عندي شفت رود ماب للكلاود صعبة جدا. يعني تمام انا معاك لو انت مثلا سيستم ادمنستريتور وعايز تخصص لينكس، فانت هتروح تدرس سي اتش مثلا، او ريد هات يعني. او مثلا انت عايز تشتغل ويندوز سيستم ادمنستريتور، فانت هتروح انك تاخد زمان كانت الام سي اس اي او غيرها يعني. فالتفاصيل دي لو انت هتبقى ادمنستريتور في الكلام ده، هل هي هتفيدك في الكلاود؟ لو انت هتبقى في مجال كده بيسموه سيس اوبس تقريبا او حاجه كده، ان انت هتبقى سيستم ادمن برضه بس على الكلاود، فانت هتعمل اكتيف دايركتوري، هتعمل الدابس، هتعمل ايا كان الشغل اللي هتعمله كسيستم ادمن، فانت هتعمل الكلام ده. طيب هل هو مفيد؟ اي علم في وجهة نظري هو مفيد وجميل، تمام. بس هي الفكرة انه هل مفيد ليك كجونيور؟ انت واحد دلوقتي لسه بتبدأ المجال وعايز تروح تلاقي شغلانة فيه، ودخلت تبص لقيت ان انت محتاج علشان خاطر تبقى شاطر في المجال ده، فانت عايز تتعلم سي سي ان اي، وتاخد معاها حاجات كتير كده خاصة بالسيستم ادمنستريتور، وبعد كده هتخش على كان دوكر وكابرنيتيز، وتتعلم لغة برمجة باش وبايثون وباورشل يا جماعة مش وش شوية. فالقصص دي آه، كل ما انت هتبص على الرود ماب دي انت تحس بالخنقة، وهتحس ان انت لا انا مش عايز الحاجة دي تقيلة، لانها خصوصا لو عقلك او يعني في اوقات العقل بيبقى يهاجم الشخص نفسه. يعني ازاي؟ او مش بيهاجمه، بيظبطه بشكل ما، لان هو مخضوض وحقه يتخض. يعني ايه كل الحاجات دي؟ انا دلوقتي مثلا انا بقالي خبره كبيره مثلا في المجال ده. لو شفت الرود ماب دي دلوقتي وانا بصيت عليها بصه كده، ايه ده؟ اتخض. ماشي. مع ان انا عارف معظمها كمان، يعني تخيل. فالأظرف للعقل في حالات زي كده إن أنت تكون رحيم بيه. طيب إزاي؟ مبدئيا في القناة بتاعتنا أنا كنت حابب إن أنا أعمل غالبا هيكون البوست ده نزل، إن هو في خريطة، وكنت مقسمها كده خطوات: بري بيزكس، بعدين البيزكس، بعد كده نخش في الكلاود نفسها. وعندي نية إن أنا أشرح الكلاود فيندور ليس. يعني إيه؟ يعني مفيش فيندور معين هنروح نتكلم عنه، هنقول لك مثلا انه تعالى نروح ل AWS، او نروح مثلا لهواوي كلاود، او هنروح لاجور. مش يعني في البدايه اول كورس كده بيتكلم عن الكلاود، هو هيحكي عن مفاهيم الكلاود، الفكره بتاعت الكلاود، المقارنه ما بين اللي هي اسمها traditional enterprise infrastructure يعني والكلاود. ممكن نبقى يعني ماشي. هقول لكم حاجه بسيطه في الشركه نفسها. التراديشنال سولوشن او الحل التقليدي ان انت ب- بت بتجيب مثلا سيرفرز وسويتشز وفاير وول، وتجيب كل الحاجات دي في الشركه عندك، وبعدين بتجيب طبعا ناس موظفين او بتتعاقد مع شركه خارجيه، وهي تبدا انها تعمل الكونفجريشن للحاجات دي كلها كويس. وهي بتكلف كتير جدا، يعني حته سيرفر كده ممكن تلاقيه بالشيء الفلاني.
يعني بالشيء الفلاني، مش عارف الرقم اصلا، مالكش دعوه انت. التفاصيل دي هي هدك على الشركة كويس. وفي نفس الوقت ده الطريقة التراديشنال، ولسه في شركات بتعمل الكلام ده، وده شيء طبيعي ماشي. يعني هو ما هوش ما عادش موضة قديمة، لا في شركات بيبقى عندها حاجات ممكن تبقى سرية، حاجات داتا هي مش عايزة ترفعها على مكان تاني، حابة ان هو يكون عندها السيستم بتاع داتا حاجة كبيرة. فالشكل الكبير ده لما بيحصل انه في مثلا عايزين يربطوا مواقع ببعضها، يعني مثلا برانشز في اماكن مختلفه عايزين يربطوهم ببعض، التفاصيل دي كلها. فده طبيعي بيحصل لسه. تمام. طيب ايه اللي حصل بقى؟ الكلاود هو آه، يعني باختصار كده هنقولها، وهنتكلم برضو في الكلاود بيزكس عن القصه دي، ان هو شويه سيرفرز وشويه سويتشز وشويه فاير وولز كلهم اتجمعوا مع بعض بسوفت وير كبير. جمعهم خلاهم بيأكتوا از حاجة واحدة. ماشي، سيرفر كبير واحد. وانت بقى بتبدأ تاخد، والله انا عايز شوية سي بي يو من هنا، عايز شوية رام من هنا، عايز مش عارف ايه من هنا. ده القصة باختصار كويس. هل ده مفيد للشركات؟ في ابلكيشنز كتير هي بتحتاج اصلا الكلاود سيرفيس، ولو هو مش هيشتغل على بابليك كلاود، مش عايز يروح لفندور، فهو ممكن يعمل الكلاود الخاصة بيه برايفت كلاود بقى، ويبدأ ان هو ي- يعني يجمع مثلا مجموعة سيرفرات، هنفترض 3 سيرفرات، ننزل عليهم حاجة زي اوبن ستاك مثلا، يلا يا باشا خلاص بقى عندنا البرايفت كلاود بتاعتنا. ماشي. وممكن ان هو بقى الهايبريد، كل التفاصيل دي ممكن نتكلم فيها بعدين. انا دخلت تكنيكال اكتر من الجزء السايكولوجيكال، بس عشان اوضح نقطة اللي هي ايه، ان هو دلوقتي انا فاهم لما افهم التراديشنال سولوشن هو بيشتغل ازاي، وانا طالع للكلاود وانا حابب ان انا اشتغل شوية حاجات، فانا النتوركينج اللي انا بحتاجه، السي سي ان اي انت عشان يعني بتدرسها هي طويله جدا، وفي الاخر هتطلعك مهندس شبكات كويس وجونيور كويس. فانت في اول تقريبا شابتر تقريبا هو بيتكلم عن نتورك بيزكس، وبيشرح لك الاي بي يعني ايه، وازاي تعمل سبنيتنج، والتفاصيل دي كلها ده انت هتحتاجه في الكلاود. السيفن لايرز هتحتاجه في ترابل شوتنج في الكلاود. بورت فوروردنج، الناتنج، الحاجات دي كلها بتحتاجها في الكلاود. طيب هخش بعد شويه بقى اقوم فاتح سويتش واقول لك ازاي تعمل ستاك، وازاي ان انت لو السويتش ده مثلا نسيت الباسورد بتاعه، فانت ازاي تعمل ريكفري والحاجات دي كلها. هل انت محتاج الحاجات دي في الكلاود؟ انت مش بتتعامل مع سويتش بشكل مباشر، انت بتتعامل بس مع الفي بي سي اللي هو الفيرتشوال برايفت كلاود، او اللي هو شكل النتورك اللي انت بتتعامل معاه مختلف عن التراديشنال نتورك كويس. فان انت تاخد الكورس ده كامل، هل هيكون مفيد؟ انا لو بالنسبه لي انا لسه ببدا، فانا هاخد جزء النتورك بيزكس مع جزء السكيورتي، افهم القصه بس، يلا نخش على اللي بعده. في اللينكس مثلا، هل انت محتاج تاخد دورة لينكس ادمن؟ ممكن بعدين تحتاجها، بس كواحد بيبدأ هو انت محتاج ان انت تاخد اساسيات في شوية حاجات وتخش على طول على الكلاود. او الطريقة التانية ان انت تخش على كورس كلاود على طول، وكل ما في حاجة تظهر لك انت مش فاهمها تبدأ ان انت ايه، تدور عليها وتحاول تفهمها اكتر. ماشي. يعني يا اما انت بتعمل طريقه ان انت تخش جاهز، او ان انت بتخش على العملي على طول، وبعدين لما بيطلع حاجات مش عارفها بتتعلم اساسياتها وترجع تاني. ماشي. كل واحد بيختار الطريقه اللي بتناسبه والشكل اللي بيريحه اكتر. طيب ايه اللي بيحصل لما انا بفتح رود ماب طويله واقعد ابص لها؟ الحاجة زي دي هي فعلا بتعطل انك تبدأ. يعني هي انا بسميها كده بتشل الدماغ، ان هو انا هبدأ بايه ولا ايه. وبعدين مثلا انت دلوقتي دخلت على الكورس مثلا بتاع اللينكس، فلقيت ان هو مثلا 30 ساعة. ماشي. فانت قاعد بتبص عليه، خلاص التزمت وفعلا بتخلص 30 ساعة. بعدين دخلت على الويندوز ادمنستريشن، فدخلت تبص برضو 36 ساعة او حاجات زي كده. وبعدين الان بلس او مثلا سي سي ان اي برضو كام مش عارف و30 ساعة. فانت عندك كام 30 ساعة لو عندك الوقت ده؟ انت دماغك هتقعد تحشي معلومات، هتطلع امتى المعلومات دي؟ هتعبر عنها امتى؟ هتخرج في ابلكيشن امتى؟ تمام. فالموضوع هو مش فكرة ان انا يلا اديني رود ماب، يلا انا هروح اضغط نفسي او اكبس كده المعلومات دي يلا كلها واروح اسمعها.
ولكن الأظرف في رأيي إن أنا مثلا ممكن أدور على مشاريع لو أنا ببدأ. وده ممكن يكون موضوع فيديو تاني، إن هو إزاي إنك تحط لنفسك الرود ماب اللي تناسبك أكتر. إن أنا ببدأ دلوقتي، فأنا هدور على مشاريع الناس اللي في الكلاود دول هما بيعملوا إيه؟ إيه الحاجات اللي هما محتاجينها في الكلاود علشان خاطر يبقى الموضوع أنا داخل على الأقل فاهم بيزكس. فهخش ألاقي لي شوية أسامي كده غريبة، بي بي سي، اي سي 2 ولا اي سي اس ومش عارف في اس اس، كلها اختصارات. طب الاختصار ده لايه؟ طب ده بيعمل ايه؟ طب انا محتاجه في ايه؟ طب لو انا فهمت التراديشنال سولوشن هقدر افهم الكلاود لما اقعد اعمل انالوجي بقى واخد من هنا اربط مع هنا، هفهم القصه دي. الموضوع صدقني هيفرق كتير، وهيهدي شويه الخوف والقلق، وهتحس ان دماغك شده كده لما انت تبدا انك تريح الحاجات دي وتشتغل بس على الحاجات المهمه فعلا. هتيجي تبص تلاقي دماغك ارتاحت، قادر تتنفس، نفسك مفتوحه انك تروح تتعلم الحاجات دي وتخش فيها. ففي كومنتس كتير بشوفها على الفيسبوك مثلا، ابدا ابدا ابدا، ماشي يا عم حاجه ابدا حاضر، وبعدين يقوم راصص لك رود ماب طويله جدا وصعبه جدا وتقيله جدا. ايه يا شباب بشويش طيب ف... فهي دي القصه، انه انت محتاج ان انت تبقى رحيم بنفسك وتفهم بالظبط انت عايز ايه وتروح تاخده. ماشي. وعشان تفهم ده بتحتاج ان انت تتابع بقى ناس تكون شاطرة، مهم يكون معاك مثلا لغة او حد يتكلم بلغتك يوصل لك المعلومة. ومن هنا اصلا انا حبيت ان انا افتح القناة دي واعمل كوميونتي على الفيسبوك او التليجرام واعمل الحاجات دي كلها، علشان خاطر فعلا البداية بالنسبة لي مثلا كانت صعبة وتقيلة ومش عارف اعمل ايه، حاسس إني تايه، خصوصا لما كنت ايام ما كنت بدرس في الكلية. دلوقتي ماشي الدنيا بقت اوضح شويه، فانا مش حابب ان باقي، او براحتك انت لو حابب تمر بده مر بيه، بس يعني انا حابب ان انا اخفف الاستراجل دي على الناس، وان هو الموضوع يكون اسهل شويه، اخف شويه، اظرف شويه، بقى عارف على الاقل يحط النقط على الحروف ويتحرك ازاي. بلس ان انا بعمل ماده علميه وان انت ازاي تتعلم منها. انا هحاول على قد ما اقدر كده كل فتره لو حسيت ان في مشكله نفسيه، مش مشكله نفسيه، انا مش متخصص نفسي، لكن عقلك موقفك في حته معينه او نفسيتك مش مرتاحه في مكان معين، فانا كل مره غالبا الحاجات دي انا مريت بيها برضو، فانا كل مره هيطلع جزء من ده هحاول اعمل فيديو عنه. الفيديو ده هدفه ان انت تتنفس، تاخد نفس عميق كده، تتنفس ترتاح، وبعدين تاخد الخطوة اللي عليها الدور، اللي هي طيب أنا إيه الخطوة اللي المفروض أعملها دلوقتي؟ ممكن يكون الخطوة اللي عليها الدور إنك ترتاح، ممكن يكون الخطوة اللي عليها الدور إنك يلا أنا عرفت النقطة اللي أنا هبدأ بيها وأشتغل عليها. تمام؟ بس ده كان موضوعنا النهاردة. أشوفكم على خير إن شاء الله، ومع السلامة.